النهارده جايبه لكم ارخص ميسلر ووتر. طبعا كلنا عارفين ان بعد المقاطعه كل اسعار الميسلر ووتر اللي كنا بنستخدمها بجد بقت غاليه قوي، وخصوصا انا كنت واحده من الناس اللي بحب بايوديرما جدا، بس بقى سعرها مبالغ فيه وكمان هي مقاطعه. فعايزه اقول لكم بقى ان بجد في شركه مصريه عامله بجد ميسلر ووتر تحفه. طبعا يعني اكيد انتوا جربتوا منتجات كتير منها، وهي بايوسوفت. بايوسوفت يا جماعه منزله ميسلر ووتر تحفه، ومنزله تقريبا منها 4 انواع، في بالعسل تقريبا وفي بميه الورد. اللي موجوده معانا دي للبشره الدهنيه، عايزه اقول لكم دي المفروض ان هي بالخيار وبالصبار. بجد حلوه قوي قوي، وبجد بتشيل الميك اب جدا. بس في حاجه، انا لما جيت استخدمها وجيت استخدمها عشان اعمل ريموفر لميك اب العين، لقيت ان هي بتحرق عينيا. انا معرفش هل ده عشان انا عينيا حساسه ولا هي فيها هي نفسها مشكله، بس كميك اب بصراحه ريموفر ان هي بتشيل الميك اب كله. بجد هي حلوه قوي. هما كمان كاتبين عليها ان هي بديل للتونر، بس انا بقول لكم ان يعني بعد ما تستخدموها الافضل ان انتي تشطفي وشك برضو بميه. انا ما بحبش ان انا اسيب اي حاجه على بشرتي. ممكن الاول نغسل بالغسول وبعد كده نعمل الميسلر ووتر. بجد يعني لو انت عايزه تنضفي بقى زياده الميك اب، بجد بتطلع لك حاجات كتير في القطنه، يعني بتحس ان انت فعلا كنت محتاجاها، مش ان انت نضفتي بشرتك بالغسول وخلاص. لا، فعلا فعلا افكتيف، وفعلا تستاهل كل جنيه بيدفع فيها، وسعرها كمان مش مبالغ فيه. تقريبا كنت جايباها ب70 جنيه، وهتلاقوا عروض كمان عليها في محلات ميك اب كتير زي تونتون وروزانا، بجد بيعملوا عليها على طول عروض. انا كنت شاريها في فتره طويله، وكانت قاعده معايا فتره طويله قوي، لان هي نقطه واحده بس على القطنه بتبقى كافيه قوي ان انتي تشيلي كل الميك اب. هي بتلاقوها فيها، بصوا رغوه كده من تحت، زي بالظبط بايوديرما. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، اهي بصوا. فبجد حلوة قوي وفعالة. لو جربتوها او جربتوا اي انواع تانية منها قولولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو شير. انا ببقى مبسوطة جدا لما بلاقيكم بتكتبولي في الكومنتات ان الفيديوهات بتعجبكم، وقولولي لو في حاجة معينة عايزين اجربها لكم. قولولي في الكومنتات وان شاء الله اجربها واقول لكم رأيي فيها. باي باي.